ما ربنا خلقني ما شفتش حاكم اتدخل في امري انا شخصيا، ما حصلش اطلاقا. استاذ محمد، كلام مبارك عن الارهاب الان هل كان ليه مغزى معين؟ طبعا. الكلمه هتخضع لتحليل مضمون، ولازم تخضع لتحليل مضمون، ولازم تتعد بالكلمه، واستخدم كلام من اي نوع، واستخدم حتى الحروف اللي استخدمها وطريقه نطقه للكلام. هو لم يكن يوجه كلامه الى هيئه المحكمه كما رايت، وانما كان يوجه كلامه الى بني وطني، للشعب المصري عموما. وانا نفسي سياده المستشار يقول لي هل هذا مسموح به؟ ما فيش منها، ما تثبتش حاجه في القضيه، ما فيش تقولش حاجه يعني حاجه عاديه يعني انا ذهلت ان الخطاب يوجه بني وطني. هو بحكم العاده ايها الاخوه دي غلط، دي السيد الرئيس يخطب، يعني احنا خطاب الرئيس مبارك بس هو بدا يعني يا استاذنا، ما هو بدا الرئيس السابق. طب والرئيس السابق هل يؤخذ ذلك بعين الاعتبار؟ الصنعه بتغلب عليه المهنه يعني بس هو بدا بيقول سياده المستشار رئيس المحكمه وحضرات الساده المستشارين ماشي ما قالش ايها الاخوه والاخوات لكنه لا ما بيقول له الاستاذ محمد مظبوط حصل كده حصل انه قال بني وطني وايها الاخوه وحاجات كده. فانا بقول لحضرتك وانه نادى الشعب المصري بانه يتكاتف ويقف ضد الارهاب. انت مالك ومال الموضوع ده دلوقتي؟ انت مالك؟ ليه ما قال لك اداره حكيمه جديده ثم اثنى على الاداره الوطنيه الان. طيب يعني طبعا هتخضع لتحليل المضمون. هذا يعني مكتوبه موزونه بميزان الذهب طبعا، مش ميزان ذهب. هو يعني اللي كتبها في النص. اقول لك انا اللي كتبها مين؟ اللي كتبها في الغالب الاستاذ فريد الدين. لا يعني في الغالب ما اظنش ده ما استاذ فريد الدين. لا ده استاذ فريد الدين، وبعدين فريد الدين محامي ناجح يعني على دماغي. بس انا كل الكلام مبني، كل الكلام فيه قدر كبير جدا من النصب. يعني انت بتنصب على الناس وبتضحك على الناس. زي ايه مثلا؟ وتتحدث في امور لست مطالبا بان تتحدث زي فيها. زي ايه؟ هذا الرجل مطالب بان يتحدث فيما هو موجه اليه من الاتهام. يعني اما ان يسرد قصه حياته. في ايه؟ هل نصب انه خدم في الجيش وشارك في حرب اكتوبر؟ اين النصب يعني؟ اسمعني بس، لا احد يستطيع ان يمن على الناس بأنه خدم 62 عام في خدمة الدولة. نحن الذين نمن عليه، وهذا الوطن هو الذي يمن على أكبر من فيه.